أبدى يوسف شيبو قلقه على أداء المنتخب المغربي، مؤكدا أنه من الصعب الفوز بالبطولة ونحن قد نواجه الكاميرون في ربع النهائي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سنتحدث عن مباراة المغرب وتنزانيا، كل احداث هذه المباراة لا سيما في الشوط الثاني. من جديد هنا بجمال سلامي مدرب منتخب الاردن، اهلا بك يوسف شيبو منتخب المغرب سابقا، وكريم حقين في منتخب المغرب منتخب تونس سابقا، مثل المغرب مثل تونس. هو معانا دابا اكيد. كابتن جمال، حل فردي حسم المباراة، ولكن حل فردي جاء بعد مجهود جماعي لا سيما من حكيمي من الجهة اليسارية لمنتخب تنزانيا. تمريرات الحكيمي، ولكن الكعبي لم يكن موفقا مثل ما كان في المباراة السابقة. أول شيء مبروك التأهل، لأن هذا هو المطلوب، وهذا الهدف تاعنا من المباراة تاع اليوم. مباراة ما كانتش سهلة أمام خصم عنيد منظم بشكل جيد. تكلمنا بأن الجهة اليسرى عندهم فيها مشاكل كثيرة، وهي الجهة اللي ممكن يشكلوا منها خطورة. بطبيعة الحال اللاعبين بذلوا مجهود كبير، ولكن في ظل عدم توفق ديال المجموعة فاستطاع النجم تاع المنتخب، وهذا هو المطلوب. يعني نجم المنتخب لما تستعصى الأمور تبرز فردياته قدراته، سجل هدف اللي حرر الجميع وأعطانا التأهل. وهذا هو المطلوب من لاعب تلعب في ريال مدريد، تمثل كرة القدم المغربية. يعني لاعب اللي يقدر ياخذك بعيد في المنافسة، وهذا هو المطلوب. ونتمنى له التوفيق كذلك في المباريات المقبلة، لأنه قيمته في ظل غياب أناحي صحيح، فاحنا يعني محتاجين ليه كثير ان شاء الله. لاعب يصنع مثل هذه الحلول. يوسف، 4 أهداف لإبراهيم دياز على المنتخب المغربي، حتى برقم قياسي كان للمرحوم أحمد فرس في نسختي 72 و76 تتوج فيها المنتخب. ربما هذا شيء إيجابي جدا، أنه لاعبين يحطموا الأرقام، وربما يفتح المجال لإمكانية التتويج بهذا الكأس. أول شيء نبارك للمنتخب الوطني، نبارك للجمهور، نبارك للمدرب، للطاقم التقني، للجمهور المغربي اللي كان اليوم حاضر مرة أخرى وراء الفريق المنتخب، وشجع من بداية البطولة إلى من بداية المباراة إلى آخر المباراة. تكلمت على دياز أحد نجوم هذه البطولة. أنا في اعتقادي إذا ما استمر على الأداء وما استمر أداء جيد للمنتخب سيكون أحد أفضل اللاعبين في هذه البطولة. وقل دائما أن دياز الإمكانيات اللي عنده إمكانيات كبيرة جدا على المستوى الفردي، لاعب يجيد التسديد بالرجل اليسرى والرجل اليمنى، ولاعب دائما اللي لا يخاف، خصوصا عندما يقصد المدافعين 1 ضد 1 حتى ضد 2 يراوغ ويسدد. يعني عنده جرأة. واللاعبين وفي مثل هذه المباريات خصوصا انت تلعب مع منافسين بحال منتخب تنزانيا اللي يدافع بشكل جيد، وشفنا التدخلات العنيفه كذلك بعض الاحيان بدنيا اقوياء، تحتاج الى المهارات الفرديه. تكلمنا عن المهارات الفرديه اليوم شاهدنا خصوصا الشوط الثاني اللي انا في اعتقادي كان افضل بكثير من الشوط الاول، لان الشوط الثاني اتيحت لنا 4 فرص قبل ما يسجل الهدف. صحيح. يمكن فرصتين كعبي الزرزولي والصيباري. يعني كان لو كانت شويه نجاعه اليوم كنا ممكن نفوز بهدفين 3، لكن كما قلت المباريات هذه مستحيل انك تفوز بسهوله في كل المباريات. تجيك بنفس المباريات يجب تكون حاضر على المستوى الذهني، وهذا هو اللي اعجبني اليوم. ذهنيا الفريق كان حاضر. دياز اشتغل كثيرا على القدم اليمنى. نعم، لاحظ انه التسديد بالقدم اليمنى، هو بالاساس لاعب يعني يجيد اقوى طبعاً بالقدم اليسرى. يبدو هذا اللاعب يعني غير اشياء كثيره في طريقه لعبه واشتغل على امكانياته. هو طبعا شوف اللاعب عندما ياتيك لاعب وكان مهمش من بدايه الموسم، لا يحظى بثقه، لا يحظى ب يعني دقائق اكثر خصوصا مع فريقه، وتاتي فرصه بطوله افريقيا ولاعب يريد اعطاء اشارات للجميع انه لا زال ابراهيم هو ابراهيم، لاعب جيد، لاعب ممتاز، ولاعب عنده مهارات كبيره. وشاهدنا اليوم حتى على مستوى التصفيات كان هو الهداف. طيب نتابع المقابله مع ابراهيم ونعود هنا للاستوديو. اجراها معهم مراسلنا عمرو فهمي في ملعب مولاي عبد الله في الرباط. إذا مع إبراهيم دياز رجل هذه المباراة. إبراهيم, felicitaciones por el triunfo, por el premio. Algún detalle. وأنت أول لاعب من المغرب الذي يسجل في 4 مباريات متتاليا.
أولا أنت أريد أن أتحدث وكذلك أن أسجل الأهداف، وأنا سعيد بذلك وفخر كبير بالتأكيد لنا جميعا، وأريد أن أحيي عائلتي. سعيد جدا بالمباراة التي قدمها كل الفريق، قدمنا مباراة كبيرة، وأعتقد وفي النهاية أنا فخور جدا بما قدمته وكيف نعمل، وسعيد جدا بكل العمل الذي قدمناه. هل يمكن أن تختار منافس للمباراة القادمة؟ نحن يجب أن نركز على أنفسنا فقط. نحن بالتأكيد سنقدم مباراة كبيرة ونريد أن نفعل ذلك بغض النظر عن المنافسة الذي سنواجه في المباراة القادمة. علينا أن نتحسن بالتأكيد ونتطور دائما، ومع الجماهير علينا أن نمضي قدما وأن نحاول أن نحقق الانتصارات. يبدو أن هذه البطولة هي بطولة إبراهيم دياز. كريم، إبراهيم شكل حلا فرديا للمدرب، يحتاج مدرب للاعب يعطي هذا الحل. ما هي المشاكل التي عانى منها المغرب خصوصا في الشوط الثاني وفق ما تحدثنا عليه في الشوط الأول؟ في الأول مبروك لكم، مبروك للشعب المغربي، المنتخب المغربي. فوز مهم في مباراة صعبة ضد منافس حقيقة لم يكن سيء، كان خطير، كان صعب المراس، كان منظم. أعتقد أن المنتخب المغربي قام باللازم، لكن مباراة كانت صعبة، كانت في نقاط إيجابية وكذلك نقاط سلبية. أعتقد على المستوى الدفاعي المنتخب المغربي لابد أن يكون أكثر تنظيما، أكثر تركيزا. شفنا في أول المباراة فرصة كانت خطيرة جدا، في بداية الشوط الثاني كذلك فرصة أخرى، وكذلك إحساس أنه في بعض الحالات لما يكون المنتخب المغربي لديه الكرة ولديه الاستحواذ عدم التركيز خاصة من جهة ماسينا. يعني لابد أن تكون أكثر تركيز في هذا المستوى، خاصة تو باش تدخل في مباريات يمكن مع نجوم أكثر، أوسيمان نتكلم على نجوم صلاح، على مرموش، فأكيد هذه حكيمي نقطة إيجابية مهمة جدا، وهذه الثقة وهذا المردود المهم بالنسبة للاعب، هذا مهم للمستقبل وللمباريات القادمة. طيب نروح مشاهدينا إلى استوديو المباراة اللاحقة، استوديو مباراة المنتخبين الكاميروني والجنوب أفريقي. المباراة تنطلق في الساعة 10 مساء. تتابعون محمد أبو تريكة ويقود استوديو الزميل أمين السبتي. مشاهدينا سنتابع الآن معكم هذه المقابلة مع مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بعد هذا الانتصار والتأهل إلى ربع النهائي. مع السيد وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي. كوتش فيليسيتاسيون بور لا فيكتوار. تهانينا على الفوز، لكن ماذا كيف ترون هذه المباراة؟ في الشوط الأول لم يكن بمستوانا، لم ندخل في المباراة، الكثير من الأخطاء الفنية التي لسنا متعودين عليها، ربما هو الضغط، كذلك أيضا إصابة عز الدين أناحي في التدريب الأمس، وهو كان حريصا على أن يلعب فيها وهو في نظام منظومتنا ممتاز. وإذا لم ندخل المباراة كنا محظوظين لأن الشوط الأول كان تعادل 0-0، ثم في الشوط الثاني سيطرنا على مجريات اللعب، وأيوبي كان له فرص، ولكن كان هناك خوف، ومن الجيد أن نصعد بعد ذلك. لو كان عليك أن تختار كاميرون أو جنوب أفريقيا ليس مهما. اليوم تنزانيا ليس هناك مباراة سهلة. نحن انتظرنا وكان علينا ضغط، وكل فريق يلعب مباراة العمر ضدنا وهم لهم رغبة في الفوز على المغرب. ينبغي أن نتعود بذلك. أي منافس نتعامل معه. فزنا بهذه المباراة النهائية وعندنا مباريات أخرى. السيد وليد الركراكي، عودة إليكم.